المعزة دي مباركة. أنو معزة مش بتاكل غير قلب اللوز والفستق. في القرن ال18 طلعت خرافة بتقول ان في معزة طلعت فوق مأذنة مسجد السيدة نفيسة عشان تقول للناس يعملوا خير. والحكاية على حسب الجبرتي ان كان في جنود مصريين مقصورين في بلاد الفرنجة اشتروا معزة عشان يذبحوها في مجلس ذكر عاملينه لله عشان يفك اسرهم، لكن الحارس اللي عليهم رفض وخد المعزة ليه. فلما روح ونام جات له رؤية ضايقته فصيحي كده وقال المعزة دي مباركة، فراح مرجعها وهرب الأسرى. ولما رجعوا على مصر مع المعزة طلعوا على مسجد السيدة نفيسة وقضوا ليلتهم عند الضريح. فلما طلع الصبح لقوا المعزة بتكلم الناس من فوق المأذنة بتاعت الجامع. خادم المسجد بقى استغل الحكاية وقال لك اعمل احلى سبوبة، فراح قايل ان السيدة نفيسة كلمته من مقصورتها واوصته بالمعزة. وانتشرت الخرافة بقى في القاهرة والناس كلها بقت تروح عشان تتبارك بالمعزة وتتبرع باللي تقدر عليه. صاحبنا بقى راح عامل تسعيرة وقال لك اللي يشوف المعزة من بعيد غير اللي يشوفها من قريب، واغلاهم طبعا المسح على جسم المعزة. ولما حب يمنجه نفسه اكتر قال لهم ان المعزة مش بتاكل غير قلب اللوز والفستق وما بتشربش الا مية الورد بالسكر. والحكاية لما وصلت للناس الاكابر بقوا يبعتوا ذهب عشان تتزين. المهم يا سيدي ان الموضوع لما وصل للامير عبد الرحمن كتخدة راح باعت لخادم المسجد عشان يزوروا في القصر مع المعزة عشان اهل بيته يشوفوها ويتباركوا بيها هم كمان. راح الشيخ واخد موكب كبير وطلع على قصر الامير. ولما وصل الأمير استأذنه إن المعزة تدخل جناح الحريم، لكن في السكة دخلوها المطبخ والجزار في انتظارها. ولما جه الغدا دخل الخدم بالفتة وعليها حتة اللحمة، وكل ما الراجل يوقف أكل الأمير يقول له يا عم كل اللحمة كتير. فلما جه وقت الرحيل الراجل طلب المعزة المباركة، فالأمير قال له أنو معزة؟ الراجل قال له المعزة اللي دخلت جناح الحريم. راح الأمير قايل له ما انت كلتها في بطنك يا ضلال يا كذاب.